الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ربنا يبارك لك، والله برنامج ده جميل وربنا ينصرك ان شاء الله. اللهم امين يا اخي الحبيب، ربنا يثبتنا وياك على الحق يا رب. ربنا يكرمك يا دكتور. والنبي يا دكتور كنا عايزين نتكلم معاك على التليفون بتاعك لو سمحت، عشان نحكي لك على حاجه كده تخص الحريم عندنا. طيب هو الرقم التليفون 010 موجود في الكنترول، ممكن تاخده. 010 اخر 26. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يا مرحبا. مرحبا بيك. اتفضل يا اخي الحبيب. انا محسن ان شاء الله من يا اهلا بك يا استاذ محسن، وربنا يحسن عليك بالخير. ربنا يبارك لك يا رب، يبارك في عمرك يا رب، البرنامج بتاعك جميل يا رب. خادمك. اتفضل يا اخويا. كنت بس عايز اسالك سؤال حضرتك بس يعني. اتفضل يا اخي الحبيب. كنت لما اقوم من النوم الصبح كده يعني بحس يعني ايه اللي دماغي دي مثلا ايه مش مركزه يعني كده، مش حاسس ان هي تايهه. سنك كام سنه يا بطل؟ طبعا عملت تحليل سكر، عندي 39 سنه. عملت تحليل سكر؟ مفيش حاجه الحمد لله. عملت تحليل كبد برضه مفيش حاجه. طيب ضغطك، قست الضغط؟ الضغط عندي كويس، ساعات بس بينزل بيوطى سنه، انما ساعه ما بيحصل لي كده بروح اقيس الضغط ما بيبقاش عندي حاجه. طيب انت متزوج اكيد طبعا؟ نعم متزوج طبعا صح؟ ان شاء الله متزوج، وعندي 3 اولاد وعندي ما شاء الله ما شاء الله. عموما الامر ده الامر يا استاذ محسن. نعم يا استاذ محسن. نعم اتفضل. حضرتك كلمني على الموبايل لان في موضوع خاص عاوز اسالك فيه. خد رقم التليفون من الكنترول، هو 010 110 والباقي خده من الكنترول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه مرحبا. لا مرحب بيك. اتفضلي يا حاجة. لو سمحت عندنا طفل عنده سنسيميا. طفل عنده ايه؟ سنسيميا، انيميا. انيميا، ربنا يشفيه لك يا رب. عنده كام سنة؟ عنده 3 سنين الا شهرين. ربنا يبارك لك فيه يا رب. الله يخليك ابن بنتي، الله يبارك لك. وتشوفيه كده عالم من علماء المسلمين يا رب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. طيب تقدري تستنيه يوم الاثنين الجاي يا حاجة؟ طب بص حضرتك، من نقل الدم بينقل كل 15 يوم، جاله فيروس ساعة الكبد. يا الله، نسأل الله العافية. طيب يعني احنا محتارين بيه، مش عارفين نعمل ايه. طيب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اوعدك وعد من ابنك ليكي ان شاء الله كل حاجة تروح من عنده ان شاء الله. الله يسترك. بس تابعيني. الله يسترك يا ابني، الله يسترك. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب. تابعيني يوم الاثنين الجاي وابشري ان شاء الله يا حاج. انت فرحت قلبي كده. الله، ادي عندي تساوي الدنيا كلها يا حاج والله. الله يسترك يا رب. الله يبارك فيك يا حاج، الله يكرمك. طب هقول لك على حاجة لو سمحت، برضه عندي التهابات في الأنف لو سمحت. التهاب في الأنف؟ الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية. ابشري يا حاجة وعينيا الاثنين. ابشري ان شاء الله الحاجة جاية. ام احمد السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عندي فيروس سي، الدكتور قال لي 82,000. البي سي ار بتاعك 180,000. حضرتك سنك كام سنة؟ انا عندي 48 سنة. ربنا يشفيك ويعفو عنك يا رب، اللهم امين. ربنا يخليك. طيب عندك الانزيمات اخبارها ايه؟ عايزه اطمن وكده عليه. بص يا ام احمد. ابشرك بشرى ان شاء الله ان الحلقه الجايه ان شاء الله تاخدي الدواء تحسين عليه ان شاء الله. صلي على النبي الاول. ربنا يديك الصحه. طب عايزه رقمك لو سمحت. الله، البي سي ار عندك كام؟ اللي قصدي معذره، الانزيمات حلوه ولا تعبانه؟ السلام عليكم. طيب عموما هرد عليك، بس يا ريت برضه كل واحد يا جماعه يبقى عارف الانزيمات بتاعته كام والبي سي ار بتاعه كام ووظائف الكبد اخبارها ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور انا بس في حته نقص في حته الابصار، فمش عارف دي علاجها ايه. نقص في ايه يا اخي حبيب؟ في النظر تدريجيا بيقل. استاذن حضرتك في الاسم عشان هرد عليك باسمك الحلقه الجايه. هشام ابراهيم. ربنا يبارك فيك يا استاذ هشام يا رب. عندك المشكله عندك بعد نظر ولا طول نظر يا اخويا الحبيب؟ انا عندي قصر نظر، بس بحس اللي هو مش بيثبت، تدريجيا بيقل. طيب سن حضرتك كام سنه يا اخويا؟ 40. ربنا يشفيك ويعفو عنك يا رب ويرجع لك نظرك تاني يا رب احسن من الاول يا رب. الله يبارك لك. اللهم امين يا رب. ماشي يا اخويا. بقول ان دايما ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ام احمد. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يخليك. انا بحس بصداع يا دكتور في الثلث الاخير من الراس كده. تحس بصداع في الثلث الاخير من الراس؟ ايوه بالرقبه بتاعتي كده يا دكتور. ده يبقى عندك فيه مشكله في الظهر. يعني الفقرات اللي هي مش كل الاوقات. ما هي الفقرات دي حضرتك بتضغط. طب اقول لحضرتك على حاجه. صلي على النبي يا ام احمد. طيب لا عموما يا ام احمد بس روح لاي دكتور النهارده ان شاء الله
خلي اشوف الظهر اخباره، ظهرك اخباره ايه، وبعد كده كلمنيهم الاثنين واقول لك على حاجه ان شاء الله تقدرك على الصداع خالص. السلام عليكم. طيب معلش ما اعرفش بقى في الوقت قد ايه. صلاة اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه. وعليكم السلام. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اسالي. ايوه. ايوه سامع حضرتك، اتفضلي. انا محمد معتز. يا مرحبا يا استاذ محمد. أيوة يا معتز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك محمد عنده الأذن الوسطى تعبانة، عشان كده كان مصر يكلم حضرتك. ده انا خدام من الشيخ محمد. ربنا يبارك فيك يا رب. وعنده كام سنه؟ نعم محمد عنده 11 سنة يا دكتور. ربنا يبارك لك فيه يا رب ويشفيه لك يا رب. ربنا يبارك في عمرك ربنا يا يا رب، رب وانا بحيي يتم- حضرتك على البرنامج الجميل ده. ربنا يكرمك يا رب، وربنا يتم لك الشفاء على خير يا رب، اللهم امين. وتسعدي بيه وتشوفيه من العلماء ان شاء الله، واستنيني ان شاء الله يوم الاثنين بامر الله عز وجل. بس بقولها تاني، لو لقيتوا حد تاني ما حدش يسمع له. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. رقم التليفون موجود في الكنترول عشان لو حد عاوز حاجه. انا برد على الناس بالليل قبل النهار، وانا مش تاجر زي ما الناس عارفه، انا ماليش دعوه بموضوع التجاره والنصب اللي بيحصل ده كله. بقول ان احنا لازم يعني نرفع الطب ده لاعلى مكانه، ولازم يكون في اعلى مكان، وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ام مروان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، هو أنا روان عندها سنة و5 شهور. روان ربنا يبارك لك فيها يا رب. ربنا يخليك. هي جالها السكر من 3 شهور. يعني عندها كام سنة الأول؟ 10 سنين و5 شهور. تمام. جالها السكر بقاله قد إيه؟ من 3 شهور. اوعي تكوني خدت أنسولين. خدت أنسولين؟ خدت أنسولين. بتاخد كام واحدة الصبح وواحدة بالليل؟ هي بتاخد الأول كانت ماشية على 18 وحدة مائي الصبح. تمام. و22 معسكر. تمام. وبالليل؟ والظهر بتاخد 20 مائي. تمام. وبالليل 18 مائي و22 معسكر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيها لك يا رب. طب صلي على النبي مروان. بالليل بقى يا دكتور على طول بديها انسولين طوارئ لان سكرها على طول بيبقى عالي. طب صلي على النبي. 5 6 حقن. طب صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. خد رقم تليفون من الكنترول وهقول لك على حاجه نقدر تعملها لها تتحسن عليها ان شاء الله.